تعرفي إن في حاجات بسيطة جدًا ممكن تضعف شخصية طفلِك وأنتِ مش واخدة بالِك؟ مش لإنِّك أم وِحشة بالعكس، لإنِّك بتحبيه زيادة وبتخافي عليه أكتر من اللازم. أول غلطة المقارنة، لمّا تقولي له شوف صاحبك بيعمل إيه، ليه أنت مش بتعمل زيه؟ شوف أخوك جاب درجات أكتر منك. الكلمة دي بتخلّيه يفقد الثقة في نفسه ويحس إن هو عمره ما هيكون كفاية. الطفل محتاج يسمع إنِّك فخورة بيه، مش إنِّك شايفة غيره أحسن منه. تاني غلطة الحماية الزايدة، لما تمنعيه من كل حاجة خوفا عليه بتخليه يصدق ان هو مش قادر يعتمد على نفسه. ساعديه بس سيبيه يجرب ويتعلم، لان الثقة بتتبني من التجربة مش من الكلام. تالت غلطة الصوت العالي، ساعات كتير الضغط بيخلينا نزعق، بس الطفل مش بيسمع الكلمة، الطفل بيسمع النغمة. وكل مرة بتتعاملي فيها بعصبية الطفل هيتعلم يخاف ويخبي مشاعره بدل ما يعبر عنها. رابع غلطة إنِّك تختاري كل حاجة بداله، اللبس، الأكل، الصحاب، أنتِ كده بتحرميه إن هو يتعلم يختار ويتحمل نتيجة قراراته، سيبيه يختار بين خيارين بسيطين، وادّي له مساحة يعبّر فيها عن نفسه. خامس غلطة إنِّك تستهوني بمشاعره، لمّا يقول لِك زعلان ما تقوليلوش ما تزعلش، قولي له أنا حاسة بيك، طب نحاول نفهم ليه؟ كده بتعلميه وبتقولي له إن مشاعره مفهومة ومقبولة، وده سر الشخصية القوية المتصالحة مع نفسها. كلنا بنغلط، بس المهم إننا نتعلم من غلطنا. المهم إن احنا ناخد بالنا من تأثير كلامنا وتصرفاتنا، لأن الطفل مش محتاج أم مثالية، الطفل محتاج أم بتحاول، أم واعية، أم بتحب حب حقيقي وواعي. كوني أم بتبني مش أم بتكسر من غير قصد. وما تنسيش تدعميني بلايك واشتراك.